يا صباح الفل وصباح الورد وصباح الياسمين، صباح الخير على احلى متابعين في الدنيا. ايه ازيكم؟ النهارده يا بنات هنعمل مع بعض فراخ بلدي، بس ايه ما شاء الله تبارك الرحمن. طبعا الفراخ دي تربيتي، وانا ذبحتهم ونضفتهم زي ما انتم شايفين ما شاء الله تبارك الرحمن. خليتهم حاجه 10/10، لوز اللوز. فراخ لسه شمرت كده وصغيره كده، مش سبتها لما عجزت وكبرت، لا لسه حاجات بداره كده، حاجات طريه بقى وتلاقيها مسكره وسكر يجنن. وطبعا عملت المرتة اللي انا معوداكم عليها زي ما انتم شايفين، فلفل اسود والثوم والبصل وكمون وملح، وبدعك الفرخيه كده من جوه ومن عند الوراك، وبظبطها زي ما انتم شايفين كده. واقفل الفرخيه بتاعتي تقفلي يا بيضه، يلا يلا يا كتكوت. بتطلع عينيا والله، كل مره تطلع عينيا، بس ما شاء الله الفراخ البلد رجلها طويله غير رجلين الفراخ البيضه. البيضه بصراحه بتقرفني اعلى قرف، اما البلدي ما شاء الله عليهم بالف هنا وشفا. وهنا انا حطيتهم في ميه، كنت حاطه في الحله ميه عشان تغلي معانا، وننزل في ميه سخنه زي ما انتم شايفين. طبعا الكبد والقوانص بقى ما تنسوش، بتبقى مسكره الكبده بتاعتها جدا عشان لسه الفراخ صغنطوطه كده في السن مش كبيره. وطبعا التربيه البيتي بتبقى تربيه 10/10. انا حطيت طبعا فلفل وجزر وطماطمايه، وانا حاطه كده كده معاها بصل وثوم في قلب الفرخ. ونحط بقى الفلفل الاسود والكمون بتاعنا. وكان غدا جميل وحاجه جميله جدا، والبلدي يوكل، البلدي يوكل يا بنات. كده فراخنا اصبحت جاهزه ما شاء الله تبارك الرحمن. نسيبها بقى مع نفسيها تاخد وتدي كده مع بهاراتها مع بصلتها وطماطمتها والحاجات بتاعتها. وقلنا نعمل بقى ايه شويه رز بشعريه كده سريع سريع. هو والله انا حبيت اعمل غدا النهارده يكون غدا خفيف بعيد عن اي تقليه وطماطم، يعني مش حابه يكون اي حاجه فيها تسبيكات ولا تقليه خالص. فقلنا هنعمل حاجات خفيفه كده. فيلا بينا، مش هحرقلكوا الفيديو، يعني هو فيديو ظريف وخفيف وان شاء الله يعجبكم باذن الله. وما تنسوش اللايك، حطوا اللايك يا بنات، احلى لايك من احلى متابعين واحلى مشاهدين واحلى ناس في الدنيا. تسلموا لي يا رب، ويسلم لي لايكاتكم وتعليقاتكم كل الكلام الحلو اللي تقولوه لي. هنا حطينا الرز بالشعريه جهزناه، طبعا عملته معاكم كتير قبل كده، فمش لازم بقى اقعد ادردش يعني واطول الفيديو. انا قلت بلاش اطول الفيديو، خليه ايه الحاجات اللي عملناها كتير قبل كده بلاش نطولها كتير. وهنحط طبعا القعد بتاع الرز زي ما انتم متعودين. احنا عملناه وطلع مفلفل، وبقعد ادوب كده اقلب الرز مع الشعريه كده في الزيت، بحيث ايه حبايه الرز كلها تتغلف بالزيت وتطلع مفلفل وجميل زي ما انا معوداكم طبعا. انزل بقى بكميه الميه بتاعتي اللي هو القعد بتاع الرز. ما تنسوش اللايك يا احلى متابعين في الدنيا. حطوا اللايك، حطوا اللايك من احلى متابعين واحلى ناس واحلى مشاهدين في حياتي. ربنا يديمكم نعمه في حياتي يا رب، ويجعلكم على راس العمر كله، ونكبر كده ان شاء الله باذن الله واحده واحده مع بعض، وتكونوا انتوا سبب نجاحي في الدنيا، اللهم امين يا رب. لان بجد والله يا بنات محتاجه بجد ان القناه ربنا يصلح حالها كده وتتفعل وتدعم وتكون سبب رزق ليا ولعيالي. ربنا يصلح حالنا ويرزقنا جميعا اللهم امين، احنا وياكم يا رب. يعني هو انا بصراحه في ناس كتير بتقول لي ايوه انت بقى فاتحه قناه على اليوتيوب وفلوس ومش عارفه ايه وصاحبه قناه يعني، بس والله لسه ما شفتش منها اي حاجه خالص. فربنا يصلح الحال يا رب، وتكون يعني تكونوا انتوا سبب توسيع الرزق وسبب الخير في حياتي، اللهم امين يا رب. هنا احنا عملنا بقى الرز بشعريه واستوى معانا، فقلنا نعمل هنا بقى شويه لسان عصفور كده محترمين. زي ما احنا اتفقنا هنعمل غدانا النهارده غدا خفيف جدا، ومش فيه اي تقالي ولا اي حاجات تقيله، يعني انا حابه ان يكون غدا حلو كده. فقلنا نعمل كمان شويه لسان عصفور كده. انا حطيت هنا الزيت وحطيت لسان العصفور فيه وبحمره زي ما انتم شايفين كده زي الشعريه، وبعد كده بنزل عليه بالايه، بالشوربه بتاعتي. شوربة الفراخ البلدي ما شاء الله تبارك الرحمن، شايفين يعني دسمة وعلى وشها دهن كويس ولونها كمان جميل والريحة كانت جميلة والله يا بنات. يعني بألف هنا وشفا، حلة الشوربة دي اتشربت كلها. بألف هنا وشفا يا رب لكل اللي كل منها واللي شرب منها. طبعا لسان العصفور مش بيبقى زي افتكاسات خالص، يعني سهل جدا وكلنا نعرف نعمله، حتى البنوتات الصغيرين يعرفوا يعملوه بكل سهولة في المطبخ. انا عندي بسمة دايما بتعمله، بس انا حبيت ان انا اقف في الفيديو واكمله لكم من الاول للاخر باذن الله. زي ما انتم شايفين كده يا كتاكيتي. وهنا بقى ايه حطيت لسان العصفور الناحيه التانية، وهنا قلنا نعمل شويه ملوخيه خفاف ظراف كده حلوين طعمين. حطيت الشوربه زي ما انتم واخدين بالكم كده، وحطينا الملوخيه، طبعا الملوخيه دي ناشفه احنا منشفينها مع بعض. في موسم الملوخيه بنشفها او بحطها في الفريزر، بس انا عندي دلوقتي اللي هي الملوخيه الناشفه دي. ان شاء الله بقى الموسم الجاي بعمل لكم التفريزات دي باذن الله.
على القناه. واسيب هنا الملوخيه طبعا ناشفه، بحب اديها غلوتين 3 عشان ايه تستوي معاكي كده تبقى دسمه. على ما نجهز التومه بتاعتها والطشه بتاعتها تكون هي خدت لها غلوه كده على الايه على البوتاجاز. زي ما انتوا شايفين كده يا حلوين، جهزت التومه وجهزت حبه الزيت بتوعي، والملوخيه هنا ما شاء الله تبارك الرحمن جميله جدا، مش مسقطه وحاجه 10/10. هنحمر بقى التومه بتاعتنا كده. هنا احنا حمرنا التوم، طبعا انا بصفره تصفيره خفيفه كده، مش بخليه يغمق معايا عشان مش يمرر. ونزلت عليه بشويه كزبره ناشفه، ونديها الطشه بتاعتها. وبشهق انت وهي بقى وانت يا سيدي يا سيدي على الجمال، يا سيدي على الدلع، هو ده الكلام والله، ده الكلام المظبوط. عملنا احلى شويه ملوخيه، حاجه ما شاء الله تبارك الرحمن، لوز اللوز. شايفين الجمال؟ وما سقطتش معانا وطعمها كان جميل جدا. طلعت ملوخيه جميله جميله جميله. شايفين القوام؟ شايفين؟ انا حابه ان انا اوريهولكوا كده ايه وهي نازله كده وطالعه وعماله تتمخطر كده. يا سيدي على الجمال. وانا بعيد الفيديو انا معاكم جوعت، انا عايزه طبق ملوخيه دلوقتي، انا من عشاق الملوخيه يا بنات. وكده اصبحت الملوخيه بتاعتي جاهزه، وما تنسوش اللايك. اصبحت جاهزه، وقلنا نحمر بقى الفراخ بتاعتنا. ما شاء الله تبارك الرحمن، فراخنا شمورت وجميله جدا، وبالف هنا وشفا يا رب لكل اللي كان منها. زي ما انتم شايفين غدانا كان خفيف وجميل، وما شاء الله تبارك الرحمن. شويه ملوخيه عسل، شايفين خضار ولسان عصفور بقى ورز بشعريه والفراخ البلدي اللي يعلى عليها. اتمنى الفيديو يكون عجبكم النهارده، وتحطوا لايك يا حلوين، واشوف وشكم على خير يا رب. مع السلامه.